إيران تعلن فتح مضيق هرمز بالكامل أمام السفن العالقة في البحر بعد التوسع إلى وقف إطلاق النار في لبنان. ترامب يقول أن اتفاقا شبه نهائي تم التوصل إليه مع إيران من أجل إنهاء الحرب بواسطة باكستان، وسعر برميل النفط يتراجع بنسبة 10% مباشرة بعد الإعلان عن فتح مضيق هرمز واستئناف تدفق النفط في شرايين الاقتصاد العالمي. ألا تلاحظون أن كل هذا كان ممكن قبل الحرب على إيران؟ قبل سقوط آلاف الأرواح، وقبل تدمير البنية التحتية، وقبل توجيه ضربة جديدة إلى القدرة الشرائية لفقراء العالم. ماذا حققت أمريكا وإسرائيل من وراء هذه الحرب المجنونة التي جرت في تحدي صارخ القانون الدولي؟ في المحصلة لا شيء تقريبا، بل إن النتيجة الأخطر ربما هي الاعتراف عمليا بأن إيران قوة إقليمية قادرة على خنق الاقتصاد العالمي إذا شعرت قادتها بأن أمنهم القومي مهدد. رأس المرشد شيخ متشدد، لكن ما الذي ولد من تحت الرماد؟ مرشد شاب قد يكون أكثر تشددا وأكثر راديكالية وأكثر اقتناعا بأن العالم لا يفهم إلا لغة القوة. هكذا تتحول الحروب التي تصور باسم الردع إلى مصانع لإنتاج مزيد من التشدد، ومزيد من الفوضى، ومزيد من الكلفة البشرية والاقتصادية التي يدفعها الأبرياء أولا. وكما قال نابليون بونابرت: لا تقاطع عدوك عندما يكون بصدد ارتكاب أخطاء قاتلة، دعه يعمل، دعه يمر. أمريكا خرج أعطى القوة، أعطى الهيبة، أعطى الاحترام، أعطى الثقة من قبل شركائها قبل أعدائها. إسرائيل خرجت منبوذة، إيران خرجت مجروحة لكنها صامدة، مدمرة لكنها أكثر قدرة على فرض شروطها وهيبتها ونفوذها. العرب هم وحدهم الذين لا يسأل أحد هل خسروا أم لا، بل يسألون كم خسروا مجددا.